لو فاكر ان سماعه صغيره ممكن تنقذك في امتحانات الثانويه العامه تبقى غلطان يا صديقي. الحركه دي مش بس ممكن تضيع امتحانك، دي ممكن تضيع مستقبلك كله. خليني اقول لك الزتونه من الاخر، نجاحك الحقيقي هو اللي يجي باجتهادك. الاعتماد على الغش اولا ذنب هتتحاسب عليه، وثانيا مخاطره قانونيه كبيره جدا. وزاره التربيه والتعليم اعلنت تشديدات غير مسبوقه السنه دي. كل لجان الثانويه العامه هتكون متراقبه بالكاميرات، وفي تفتيش ذاتي دقيق للطلاب سواء للجيوب او تحت الهدوم. ده غير استخدام وسائل حديثة لأي أجهزة إلكترونية متناهية الصغر حتى لو كانت مستخبية في ودنك. فاهمني ها؟ كمان في غرف عمليات مركزية بتتابع كل لجنة لحظة بلحظة علشان يتم القضاء نهائيا على الغش، وكل طالب ياخد حقه بعدل. والأخطر بقى الطالب اللي هيمسكوه في حالة غش مش بس هيتعمل له محضر، ومش بس هيتلغي له الامتحان ويعيد السنة، العقوبة ممكن توصل لحبس من 2 ل7 سنين وغرامة بتوصل ل100,000 جنيه. فاسأل نفسك، تستاهل المخاطرة دي كلها؟ ركز في مستقبلك، ابدأ مذاكرتك بجد، وخلي ثقتك في تعبك وسعي، وإن شاء الله تكون من الأوائل.